التأجيل سببه اللوزة، قصدي اللوزة الدماغية. في شيء ودك تبدأ فيه، دراسة، شغل، وكل يوم تقول مو اليوم، مو جاهز. هذا مو لأنك كسول، المشكلة في تركيبة دماغك. المشكلة إن في منطقتين داخل راسك قاعدين يتصارعوا، أولهم القشرة الجبهية وثانيهم اللوزة الدماغية. القشرة الجبهية مسؤولة عن القرار والمستقبل والتخطيط، واللوزة الدماغية مسؤولة عن الراحة، ودي منطقتها المفضلة. وأي شيء جديد أو مجهد هتعتبره تهديد، بس ما بتقول لك لا تبدأ. خبيثة بتلعبها بذكاء، هتقول لك اشرب ماي، راجع الإيميلات، افتح اليوتيوب شوي، تسحبك بهدوء بعيداً عن المهمة لمنطقة الراحة. بس في خدعة علمية تكسر هالتأجيل. لا تبدأ المهمة، بس حضر نفسك، افتح الكتاب، اكتب عناوين، جهز أقلامك. ده هيوهم اللوزة إنه مجرد تحضير ومش هبدأ. هنا اللوزة الدماغية هتبدأ تنام شوية، فتبدأ القشرة الجبهية إنها تشتغل وتاخد القرار إنك بتبدأ المهمة. اكتب لي في الكومنتات أنت كنت مأجل إيه.